يا صباح الفل، يا صباح القمر على عيونكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي من اول فيديو من اخر قصدي فيديو انا قدمته معاكم. يا ريت بقى لو اول مره بتشوفيني تنزلي تحت تدوسي على علامه الاشتراك وتشتركي عندي في القناه عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. وما تنسيش بقى لو انتي مشتركه تدوسي على علامه اللايك عشان دي اكبر دعم منك ليا. يلا بقى خلينا ندخل كده في الفيديو. النهارده كله حماس وطاقه ايجابيه كده ونشاط على عكس العاده بتاعتي. قلت خلينا كده ندخل على المطبخ. انا مش عايزه اضغط نفسي واعمله مثلا كله في يوم واحد او في يومين. انا عايزه اعمل كل يوم جزء فيه بحيث ان انا ابقى مرتاحه لو عندي غدا لو كده. لو مش هعمل غدا هعمل عندي غسيل عندي حاجه تانية اقدر ان انا اعملها. يعني مش عايزه اضغط نفسي يعني في نفس اليوم ان انا اكون خلصت. لسه بدري قوي على العيد، وكمان انا قلت يعني ممكن نخلي يوم او يومين في رمضان من كل اسبوع اعمل فيهم حاجه او انجز فيهم حاجه يعني في قلب الشقه، بحيث ان انا اكون خلصت كل اللي ورايا. وانا الحمد لله عامله حاجات كتير. يعني اللي عندي مش حاجات يعني اوفر قوي، على قد ما هي ممكن تكون حاجات عاديه. وكمان المطبخ زي ما انتم شايفين كده هو فعلا بصراحه يعني انا اهملت فيه شويه بس الى حد ما نضيف. واكتر حاجه مفرحاني ان هو ما فيهوش قصه دهون ولا الكلام ده. انا اول باول الحاجات دي بصراحه بالذات قصه الدهون والكلام ده بشيلها. يعني لو عندي دهون اتراكمت عندي على سيراميك او حاجه بدعكها على طول، ما بخليش قصه الدهون دي موجوده عندي. فالى حد ما هو كان تمام وانا ما كنتش حاتله همه قوي يعني. كان اكتر حاجه عندي اللي هو دولاب الخزين، والحمد لله عملنا فيديو قبل كده. فعشان كده ما كنتش متضايقه قوي لان هو يا دوبك بس يعني هعيد الراست بتاعه كده وهظبط الدنيا. اول حاجه كده بدات فيها جبت لكم الفوطين دول، كنت شاريهم لسه للمطبخ يعني عشان انا كان عندي نفس الفوطه دي قبل كده وفعلا ريحتني. انا بجيبها مش للمطبخ، انا بجيبها اللي هو انشف فيها ايدي يعني. فجبت اتنين كده اخر حاجه. كانت الواحده واقفه ب 12 جنيه ونص، فبصراحه سعرها حلو قوي وهي كمان خامتها حلوه نظيفه. وشكارة الشعرية دي انا من ضمن المشتريات بتاعتي. مش عارفة انا ما صورتش المشتريات دي، بس يعني اللي لحقت اصوره لكم هي شكارة الشعرية دي. اسمها غالية، انا قبل كده وريتها لكم في الفيديو اللي قبل ده. كان المفروض الكيلو واقف فيها ب 18 جنيه وهي 10 كيلو يعني 180 جنيه. فقلت خلينا نفضي بقى كده مني انا كمان، كانت الشعرية عندي خلصت. ففضيت كده في قلب المنظم الكبير. بحب قوي الشعريه والرز يبقوا في منظمات كبيره كده. بصوا وقعت الشعريه كلها. بحب قوي الشعريه والرز يكونوا في حاجه كبيره، مش بحبهم يكونوا في حاجه صغيره. وبحط كده زي كوبايه، او لو حتى حاجه من اللي هي الاكواب المعياريه دي بروح حطاها، او اي كوبايه تانية بلاستيك بروح حطاها في قلب المنظم ده. وكمان هامله علبه الرز كانت عندي فضيت. انا بحب الرز والشعريه يكونوا مليانين. كان عندي 3 اكياس كده ونص اللي هم الساعة، ففضيتهم عشان انا كان عندي الضحى، فمرضتش ان انا افضي من ده على ده. بحيث برضو ان بتفرق في التسوية وبتفرق في كل حاجة، في التسوية وفي كمية المية ومقدار المية وده كله. بدأت بقى اشيل كل المنظمات دي مكانها كده، وهبدأ بقى ان احنا نشتغل في الرخامة عندي. انا كنت عايزة انزل كل ضرفة على نظافة. يعني قلت خلينا ننزل ضرفة على نظافة. اول حاجة هعملها معاكم كده زي ما انتوا شايفين، شلت كل حاجة على الرخامة. هبدأ ان انا اغسل الرخامة بتاعتي دي كويس قوي. انا بديها من وقت للتاني كده غسلة بالسلكة، يعني ممكن الكلام ده يتعمل مرة كده كل اسبوع. بس انا طول الاسبوع ده انا حاطه في بخاخه عندي خل، وبروح معقمه على طول اول باول بفوطه نظيفه الرخام بتاعي عشان بحبه بيلمع. فانا المره دي بقى دعكته كده بحيث ان لو حاجه لازقه عليه او اي دهون جنب البوتاجاز تطلع على طول معايا الاسبونشه دي اللي هي فيها السلكه دي. وغسلت كمان الرف اللي هو بتاع ايكيا ده اللي بحط عليه تحتيه السكريه والكلام ده، طقم الشاي والسكر. وقلت بقى هبدا ان انا انزل واحده واحده الضلفه الاولانيه. انا عايزه ابدا يعني بالمطبخ من اوله زي ما انتم شايفين كده. نزلت بقى كل الكوبايات دي وهبدا ان انا امسك الضلفه من جوه. امسحها كويس قوي ويعني وادعكها. بس قبل ما اعمل الكلام ده انا حسيت ان انا لو جبت طبق حطيت فيه بريل وميه وكده، المطبخ بتاعي ده اكريليك فمش هيستحمل اي حاجه فيها ميه او الكلام ده. غسله على غسله هيبوظ، وده خشب من جوه.
فانا حطيت في البخاخه دي بحيث ان هي ايه، يعني انا فكرت فيها فكره كده. انا شايفه ان إن المطبخ بتاعي مش وسخ ان هو يدعك، بصوا زي ما انتم شايفين كده هو نظيف، بس ممكن يكون فيه حبه تراب او كده. فحطيت في البخاخه دي حبه بريل اللي هو الفيبا ده، وحطيت كمان نقطتين بس من كلوروكس اللي هو الالوان ده. انا مش بحطه على حاجه هاكل فيها، انا حطيته على الضلع، يعني هرشه على الضلف بس. ومسكت بالفوطه كده كمان مش بالسبونشه، قلت الحاجه اللي هي مثلا جنب البوتاجاز او فوق البوتاجاز على طول ممكن اعملها بالسبونشه لو فيها دهون، انما الضلف البعيده دي ما فيهاش اي حاجه غير التراب. وبدات ان انا بعد كده ارص كل شلت منها المجات، وقلت خلينا نغير الرصه بقى، نحط هنا ايه اطباق. حطيت فيها كل الاطباق اللي احنا ايه بناكل فيها او اللي هي بستخدمها على طول. ونزلت المجات كده، هتشوفوا دلوقتي ايه هحطها فين. وبعد كده حطيت المشمع، فرشت المشمع ورصيتهم كده زي ما انتوا شايفين بالمنظم اللي انا حطيته ده، ورصيتهم بشكل حلو. وخلاص كده نزلت بقى ايه الضلفه اللي بعدها. دي اللي هي السرافيس، الطواجن اللي انا ممكن استخدمها البايركس، او الطواجن اللي هي التانية الصيني. فانا برضو نزلت الضلفه دي، قلت ايه بصوا البخاخه كده عمليه قوي، في نفس الوقت انا مش ههلك المطبخ بتاعي، ومش هجيب عليه ميه وممكن ما تنشفش، او ممكن في حاجه ايدي ما تطولهاش ولا اعرف انشفها كويس. فحاجه زي كده ممكن تعمل عفونه عندك في المطبخ او تسوس لا قدر الله او كده. فانت في غنى عن الكلام ده، البخاخه بتقضي الغرض، خصوصا لو المطبخ نظيف. بلاش تستخدمي بقى الاسبونشا ومليانه رغاوي والكلام ده، وتقعدي كتير تمسحي وتنشفي. لا دي كده انا حاسه ان هي انجزتني، وفي نفس الوقت نضفت لما ببخها على اي حاجه في الضلفه. بتنضف معايا هي والفوطه. ولو في حاجه على فكره برضو ممكن اجيب الاسبونشا وابخ بالبخاخه، خلاص هتطلع. حطيت بقى هنا حطيت جمعت، كنت عندي دول في الادراج اللي تحت الخلاط والكبه والمضارب بتاعتي، مضارب البيض والكلام ده. فروحت شايلاهم بقى حطاهم فوق كده، سبت الادراج، قلت هحط فيها حاجات تانية. انا المره دي وانا بنظم المطبخ عايزه احط الحاجات اللي هي انا بستخدمها على طول واللي هي عمليه. واي حاجه مش بستخدمها في المطبخ هشيلها. يعني انا مش هرمي حاجه، اكيد كل حاجه ليها وقتها وهستخدمها فيه. بس في حاجات اقصد ان في حاجات ليها اولويه ان هي تتحط في المطبخ، وحاجات لا. فانتي بقى الحاجه اللي هي ليها اولويه عندك حطيها. الحاجات اللي ملهاش يعني اولويه عندك في المطبخ، يا تحطيها في ضلفه بعيده يعني تبقى فوق قوي، يعني مش بتستخدميها قوي، تحطيها في ترميها فوق قوي في الضلف العاليه. لا اما لو ملهاش عندك مكان خالص تشيليها بقى في مكان تاني. انا عندي تحت السرير فاضي، فبصراحه عايزه اشيل الحاجات دي كلها تحت السرير. كل حاجه يعني هستغنى عنها وارصها برضو بنظام وبشكل كويس، واحطها تحت السرير عندي، طالما كده كده ملهاش مكان عندي في المطبخ. انا من ساعه لما جددت المطبخ الاولاني بتاعي كان كبير، فكان لامم كل حاجه. انما بصراحه من يوم ما عملت المطبخ ده وهو صغير وانا مش عارفه احط ربع حاجاتي. فعلى الاقل احط بقى الحاجه اللي انا ايه بستخدمها. طلعت فوق كده زي ما انتوا شايفين كان فيها كوبايات وشوبات وكلام من ده، شلتها وحطيت اول حاجه السرفيس الابيض الكبير اللي في الوش وطقم السمك، وفي سرفيس تاني وراه طقم السمك اللي هو الاصفر ده اللي هو على شكل سمكه. وكمان حطيت بقى القلايات دي اللي في ايدي، وكم طاجن بقى البايركس والطاجن اللي هو الصيني ده، كلهم كده فوق بعض، بحيث ان انا ايه هعرف ان انا اخد منهم ايه اي حاجه، يعني اي حاجه عايزاها. بعد كده لفيت كده زي ما انتوا شايفين، دي الضلفة عندي اللي هي فوق الميكرويف. انا كان فيها مشروبات، وانا دولاب الخزين عندي يعتبر انا يعني ايه رص الحاجة بعيدة عن بعضها، الضلف فاضية. فانا قلت انا اي اكل او اي شرب او اي حاجات من دي احط كل الكلام ده في دولاب الخزين، وامري لله، مع اني انا خايفة اصلا من التسوس اللي هو بتاع الصيف. بس انا قلت هتكل على الله كده وهحطهم هنا، لاني انا عايزة استثمر كل الضلف اللي في المطبخ. وحطيت بقى هنا فوق الميكروويف عشان الضلفة كبيرة، وانا عندي كمية شوبات وكوبايات كبيرة برضو. فالضلفة التانية ما كانتش مساعداني اللي انا حطيت فيها الطواجن. نقلتهم كلهم كده زي ما انتوا شايفين على الضلفة دي. واحلى حاجة بقى مساعداني المنظمات دي، هي شبيهة شوية لبتاعة ايكيا، بس مش هي دي بلاستيك والرجول بتاعتها بس اللي حديد. بتخليني ان انا افصل كده الرفين، بحيث ان انا اقدر احط فوق وتحت يعني. وفوقيها على طول جبت برضو ايه طقم ايه الشفاشق دي، بحيث تبقى فوق الشباك كده لو انا عايزه اعمل عصير او عايزه اعمل اي حاجه. ورحت جايبه برضو طقم الخشاف اللي هو الشفاف الازاز ده، والطقم التاني اللي هو اركوبال ابو صينيه اللي ورا جنزاري ده. حطيتهم برضو هنا فوق خالص، لاني انا الحاجات دي ما بستخدمهاش كتير. يعني طقمة الخشاف والشفاشق ممكن استخدم الشفاشق، بس انا حطاهم ايه بره.
فهعرف ان انا اجيبهم يعني ايه على طول. وحسيت برضو ان الكبة والخلاط هنا مش حلو، انا عايزة احط المجات فوق الكتل، فروحت نقلاهم هنا الناحية التانية كده، ظبطت الضلفة دي. ورحت نقلاهم الناحية التانية، كل ضلفة زي ما انتوا شايفين بشيلها، بروح حاطة يعني بروح منضفاها كويس جدا من جوه، ما باجيش ناحية الباب بتاعها من بره. انا هعمل ده كله في يوم واحد، يعني هعمل المطبخ كله من بره، هدعكه كله واغسله من بره في يوم واحد. انا اهم حاجه عندي دلوقتي ان انا فوق المطبخ، انا لسه عاملاه ما كملتش شهر ونص، فانا ان شاء الله مش هعمله ولا هعمله حتى على العيد، لان انا شايفاه نضيف. ولسه كمان شايله الورق اللي انا بكون حاطاه فوق المطبخ، اللي هو كنت بحط جرايد، وقبلها كنت حاطه ورق فويل وكده عشان ما يجيبش تراب، فدعكه المطبخ دعكه محترمه من فوق، مفيش عندي حاجه فوق متبهدله، مفيش تراب يعني ملحقش حتى يلم تراب. بس فشلت برضو كده وحطيت المجات زي ما انتوا شفتوني فوق فوق على طول الكتل، بحيث ان هو يبقى قريب للكتل، لو هعمل مشروب او حاجه كل حاجه تبقى قريبه. وبعد كده عملت بقى كيس نسكافيه كده معاكم في وسط ما انا بشتغل. على فكره في وسط الحوار ده كله كنت ممكن اخرج امسك التليفون شويه بيشحن، امسكه العب بيه، بحيث ان انا برضو ما بقاش ضاغطه روحي، يعني كنت بقعد ارتاح. خصوصا ان انا كل الظرف اللي بعملها عاليه، فالواحد بيتعب لما بيبص فوق كتير. وزي ما وريتهم لكم بقى، هم كده كانوا ملهيين بعيد عني بيلعبوا، كان ربنا هديهم. فانا قلت خلاص خلينا بقى ندخل على ايه، على الكام ضلفه اللي تحت دول ادراج. اول درج عندي اللي هو بتاع المعالق والشوك والسكاكين، كنت قربت احس ان هو هلاقي فيه حيوانات. بس والله بصوا انا بحسه مش نظيف، بس عارفين لما باجي اتفرج كده والله وانا بمنتج بلاقي لا والله، يعني الحمد لله في نعمه برضو كبيره ان انا قدرت احافظ عليهم للقدر ده من النظافه. خصوصا ان بيحصل فيهم حاجات كبيره والله، يعني انا عندي اطفال فبيفتحوا بقى وبيقفلوا والكلام ده كله. فالحمد لله ان هم ايه يعني استقروا على الوضع ده. شلت المنظم ده اول حاجه، غسلته كله بالاسبونج على الحوض ونشفته كويس قوي، بعد كده رجعته ايه تاني في الدرج. بدأت بقى ان انا رصت كده، جبت المنظم ده اللي هو اللي ورا، كنت مصفيه فيه المواعين يعني المعالق والشوك والكلام ده. وحاولت ان انا على قد ما اقدر حطيت السكاكين الكبيره تحت المنظم، واي حاجه مش بستخدمها قوي المقاوير والكلام ده والمقصات اللي انا هخاف ايه ان عيالي يمسكوها، خصوصا ان انا عندي بنتي صغيره بتعرف تفتح الدرج. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين السكاكين بحطها من ورا خالص، اللي هو بحيث ان ايدها مش هتطول تجيبها، وقدام كده زي ما انتوا شايفين المصافي الكلام ده كله مش هيعورها. فانا بالنسبه لي وجوده قريب يعني مش هيتعبني في حاجه. بعد كده طلعت الدرج اللي تحته، انا حاطه في الادراج دي المصافي، الحاجات اللي انا ايه بستخدمها دايما، كم مصفى، اطباق بلاستيك اللي هي ايه على طول يعني بشتغل بيها. نضفت برضو، جبت درج كده ونضفتهم زي ما انتوا شايفين، والله الادراج كانت نضيفه بس كانت متلخبطه، يعني متكركبه، مش مرصوصه كويس. انا اكتر حد ممكن تلاقوني نضيف بس بيضيع نظافته وتعبه ده في منت، يعني بصوا النظافه دي بتضيع هوا. كتير قوي مننا على فكره نضيف بس مش منظم، يعني انا عندي والدتي على طول تقولي انت نضيفه جدا بس مش منظمه، انت مهمله، انت مش مرتبه. بحاول بقى على قد ما اقدر دلوقتي، عشان ايه يعني بتعظ كده ان انا ايه على قد ما بتعب على قد ما انا بحاول ان انا احافظ على اللي انا عملته. بس فبصوا بقى كده رتبت كل الادراج. تالت درج ده قلت انا ما عنديش درج للطاسات، وحطاهم مع الصواني، والموضوع صعب جدا في الضلفه اللي هي بتاعه الصواني. فحطيت بقى ده كان اخر درج، ده كنت حاطه فيه الشفشق والخلاط والكلام ده، فشيلته وحطيت فيه الشوايه دي، وحطيت فيه كام طاسه، والطاسه الكبيره اللي هي زي الجريل، وكمان قوالب الكيك. يا ريت بقى لو الفيديو النهارده عجبك، انا مضطره ان انا اقسمه على جزئين عشان الفيديو هيبقى طويل قوي، وعايزه اوريك كل حاجه عملتها في المطبخ بالتفصيل. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك تنزلي تحت تحطي لي علامه اللايك، وتسيبي لي كومنت حلو منك، لان ده اكبر دعم منك ليا. ويا رب اكون افدتكم، ويكون الفيديو كمان خفيف على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.